السلام عليكم مشاهدين قناة صحراء نيوز. في إطار المواكبة ديال هذا المشكل ديال العائلة الفلسطينية، الأب مازال كيرفض الاعتذار وعلى داكشي اللي دارت بنته وعلى داكشي اللي قال هو شخصيا. إذا ولكن المغاربة تبارك الله عليهم قاموا مع بالواجب، ما كاين غير خرج 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 من القناة. الحملة ما زالت مستمرة، الآلاف خرجوا وما زالت القناة ديالو المشتركين ديالها كينقصوا. دابا المشكل اللي وقع أن البنت سبات المغاربة، عوض الأب يطلع ويعتذر المغاربه لا كيرفض، زاد كمل هذاك الشيء اللي قالت بنته. اذا انا كنقول بان الرد الانيق والراقي هو نخرجوا من القناه ديالو. الالاف خرجوا ان شاء الله، باقي غيقوموا مع الاخرين بالواجب. هادشي انا كونك فلسطيني ما كيعطيكش الحق انك تسب المغاربه، كونك انك اصلا ساكن في بلادهم خصك تحترمهم وتحترم البلد الامن اللي استقبلك كلاجئ. فهمتي؟ هذا هو الجزاء ديالو، وهذا هو الجزاء ديال الاستقبال ديال عائلتك. وحاجه وحده اللي دار هذا الاخ هو انه حاول يسيس هذه القضيه هذه، انه قال لك حنا كنهاجموهم طونكا فلسطينيين وكندافعوا على دوله اسرائيل. حاشا ولله، واش حنا كندافعوا على اليهود ضد اخ فلسطيني؟ ولكن بما انك ما احترمتيش لا الجاليه لا اليهود المغاربه لا المغاربه اللي ساكنين في المغرب، ما احترمتي حتى شي واحد. الاجدر والاولى انك تعتذر للمغاربه على داكشي اللي قلتيه وتراجع الاقوال ديالك، وباقي زايد فيه. يعني كاع هادشي كلشي هادشي يعني مازال ما وصلك الدرس بان المغاربه الا جيتي عندهم. انا في الحقيقه اول مره غنشوف اخ فلسطيني كيدوي على المغاربه بهذه الطريقه. كاينه الاخوه الحمد لله ما بين الاخوان الفلسطينيين والاخوان المغاربه، وكاين علاقه حب، وباعتبار ان الملك محمد السادس هو رئيس لجنه القدس، وباعتبار ان كاين صندوق ديال اعمار غزه. فهمتي؟ وهادشي اللي كاين، وكنتمنى من الفيديو ينال الاعجاب.